خطوة بأي مسيرة نجاح هي الخطوة الأولى، وأنا هلأ عم بخطيها. لهيك ما لازم تسرع أبداً وادرس كل شي عم ساويه، بس التردد مانو خيار، لأن الفرصة بتجي مرة واحدة وما رح تستناك. بحلقة اليوم رح روح قابل صديق لإلي، هو عايش بألمانيا، دكتور أسنان وصانع محتوى، عنده صفحة مختصة بموضوع السفر على ألمانيا. فخلونا نقعد معه ونشوف شو فينا ناخد منه معلومات بتفيدنا. هاي هاني، أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين، كيفو؟ تمام، شلونك؟ تمام. أنا مشغل الكاميرا، ها جاهز؟ جاهز. بكسب الوقت من هلا. وين نروح أول شي؟ خدنا على الشعلان أخي، لازم نروح على الشعلان. نروح على الشعلان. ايه خيو، نحن رايحين على الشعلان، تعال نبلش حديثنا من هلا. هلا السؤال بالنسبة لأوروبا بشكل عام، أنا هذا السؤال بيهمني، اللي هو أوروبا الشرقية ولا أوروبا الغربية؟ غربية. أول شي بس حتى نخبر اللي ما بيعرف، أوروبا الشرقية هي مثلا اليونان، كرواتيا، صربيا، بلغاريا، اليونان، رومانيا، هدول البلاد هنا أوروبا الشرقية. أما أوروبا الغربية فهي هولندا، ألمانيا، فرنسا، برتغال، هي أوروبا الغربية. طيب نرجع لحديثنا، أوروبا الشرقية قلت لي لا أوروبا الغربية. بالنسبة لي الغربية أكيد، يعني أكيد الغربية. طيب أخي أوروبا الغربية ببساطة، أول شغلة أنت ليش عم تتغرب؟ مشان الشغل؟ لا، أنا مو بس مشان الشغل. طيب أنا بالنسبة إلي بتهمني الحياة الاجتماعية. إيه، أنا مو عندك بس الشغل، يعني هو الشغل أكيد عامل مهم بالحياة. أوكي. بس ما أنا طالع بس كرمال أشتغل، أنا طالع عامل حياة جديدة. أوكي، بس مين قال لك إنه ما فيك تعمل هيك بأوروبا الغربية؟ هذا السؤال. أو بألمانيا مثلا. والله أنا اللي شفته إنه ما في هالرابط الأسري، ما في هالشي اللي بيخلي جمعة العيلة مثل ما نحن هون متعودين ببلادنا، عاداتنا. هلا أكيد أوروبا الشرقية ما لها مثل عاداتنا، بس في عندهم عادات، في عندهم نظام اجتماعي معين. بتحس بأوروبا الغربية كتير منفتحين، كتير بعاد عننا، ما في شي بيربط العيلة، ما في شي بيربط الرفقات حتى. كتير مبالغ بهذا الكلام. يعني اولا انت عائلتك فيك تخلق النظام، فيك تخلق السيستم اللي بدك اياه، ما عندك مشكله بالموضوع. يعني انت فيك تعمل اللايف ستايل اللي بدك اياه بعائلتك. هذا الكلام تبع انه اوروبا الغربيه ما في عائله وما في حياه ومدري شو، يعني مبالغ فيه على الاقل. انا هيك برايي. والله انا حسب ما شفت من عيال اللي راحوا على اوروبا اللي هي مثل السويد مثل المانيا، ما حافظوا على الاسره. هو غلط منهم ولا هو غلط من المجتمع؟ ما عندي فكره. وما بدنا نحكي بس عن هاي النقطه ونركز عليها، كمان في غير نقاط. موضوع الطقس مثلا، الطقس باوروبا الغربيه كتير بعيد كمان عن طقس بلادنا. اما اوروبا الشرقيه لسه شوي اهون، طقسهم اهون. موضوع حياه اجتماعيه تكون هيك فني، تكون حياه اجتماعيه فيها اخذ وعطاء، في جيران، في شله رفقات، في عالم تحسن تعمل معها علاقات. هلا اوكي، انت في شيء من اللي عم تحكيه صح، بس الصوره اللي عندك مبالغ فيها، مو لهالدرجه. يعني اوكي، ما انا مثل اوروبا الشرقيه، ما انا يعني مثل الشرق الاوسط. اوكي، حالي يوما ما يجي ابني لاني رفعت صوتي عليه يروح يشتكي علي يا اخي ما والله مو ظابطه. لا 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 لا، ما لهالدرجه، ما لهالدرجه. طيب وانت كنت عم تحكي عن موضوع الشغل، تعليقا على هي النقطه اللي هي انه صح الشغل والرواتب باوروبا الغربيه تعتبر احسن، بس ما بدنا ننسى نقطه الضرائب. الضرائب باوروبا الشرقيه اقل بكتير، ما بين 10 ل 20% عن اوروبا الغربيه. فاذا كان واحد شغله منيح بالبلدين بدنا نوصل لمرحله الضرائب، فانت عم تدفع باوروبا الشرقيه نص اللي عم تدفع باوروبا الغربيه ضرائب، اذا كان دخلك عالي. اذا كان دخلك عالي اكيد. اذا كان دخلك عالي، لانه فهي كمان نقطه بينحكى فيها. ايه، بس بدك تحكي، انت لما بتحكي بهاي النقطه بدك تحكي بمتوسط الاجور. يعني المتوسط في فرق كبير. في فرق كبير، صحيح. في فرق كبير بين ألمانيا كمتوسط، يعني مزبوط. بين مثلا رومانيا أو إستونيا أو ليتوانيا أو مزبوط. أي دولة مزبوط. بالأوروبا الشرقية. يعني
هلا في عندي سؤال بالنسبه لالمانيا والشعب الالماني، قديش نحن السوريين او العرب بشكل عام مرحب فينا؟ قديش النظره الاولى لنا؟ ليش هالاسئله المحرجه يا اخي؟ لا لازم عن جد واحد بده يعرف انه طالع على بلد ان شاء الله اذا زبطت وسافرنا، فواحد طالع بده يعرف شو ناطره يهيئ حاله نفسيا. هلا بصراحه ليك مؤخرا صارت الصوره شوي سلبيه بكل صراحه، يعني احنا ما بدنا نخدع حدا، في شيء من السلبيه صار بالصوره العرب. هن نظرتهم لنا. ايه نظرتهم لنا بصراحه يعني. فبنتمنى تنتهي، يصير وضع البلد منيح، ويصير اي حدا بده يروح على المانيا على اوروبا او على اي بلد يكون يروح مو لانه مضطر، لانه هو حابب يروح. نحن هذا اللي بنتمناه. صحيح يعني نحن هذا اللي بنتمناه. والمشكله الاكبر انه بيجي واحد بده يطلع مثل انا هلا عم بحكيك عن موضوع النظام الاجتماعي. بيجي واحد بده يطلع بده يغير بالمجتمع. لا يا اخي، اختار المكان اللي بيناسبك. صحيح. اللي بيشبهك. كرمال ما توصل لنقطه انه والله انا بدي اغير مجتمع بحاله. بالضبط. ونحن طالعين ضيوف على هالبلد، حتى لو تجنسنا بدنا نحترم انه نحن عندهم مو هن عنا. بالضبط. شوف بالاوروبا الغربيه في لسه موضوع التامينات الاجتماعيه والتامين الصحي ما حكينا فيه. مزبوط. ايه فال 2000 يورو مثلا بتعمل لك اكثر بالغرب، رغم انه اغلى الحياه بس على المدى الطويل عم بحكي 100%. معناتها اخي انا بالنسبه لي بختار الغربيه. انا بشوف الغربيه افضل. والله انا بصراحه لحد هلا لسه ما كتير اعتمدت او رسيت على بر، بس لساتني عم بدرس الموضوع. طيب بدي اسالك هلا حاليا شو هي الطريقه الاضبط لحتى الواحد يطلع فيها المانيا؟ هلا الطريقه الاضبط ما في، بدك تشوف انت شو وضعك. يعني انت مثلا اذا كان دارس جامعه معك لغه المانيه بتقدم على فيزا جديده هلا طلعت جديد اسمها بطاقه الفرص شانسن كارت. حلو. هي كتير ظريفه، بتجمع نقاط فيها. بس يكون معك 6 نقاط على ما اظن. مثل كندا. شيء بيشبه جدا كندا. هن عم يقلدوا كندا كانوا. حلو. بس يعني هي شو بتعتمد؟ شو النقاط؟ بتعتمد على اللغه، الدرجه الاولى اللغه الالمانيه. بس اي مستوى من اللغه؟ مينيموم بي 1. اوكي. البي 1 بتاخذ عليه نقطتين مثلا. العمر تحت 30 بتاخذ نقطتين. شو معك شهاده جامعيه بتاخذ نقطتين. فصاروا 6. شايف شو بسيط الموضوع؟ طيب هلا سؤال، هو هذا المستوى البي 1 لازم كورس ولا واحد فيه يتعلمه اونلاين يوتيوب؟ هلا شوف، فيك تتعلمه اونلاين. بيمشي الحال اوكي، بس يفضل بالكورس مشان يكون في عندك تواصل. مشكله الاونلاين انه انت بتقعد مستمع بس. ما في حدا تحكي معه ويحكي معك الى اخره، فهذا الموضوع السلبي باللغه يعني. تمام. فالكورس بيضل افضل يعني. حلو. طيب هلا هذا مستوى اللغه، انا لما اطلع على المانيا هو بيخدمني بالحياه ولا يعتبر ولا شيء؟ انا سمعت كثير عالم بتتعلم الماني هون كورسات، بس بتطلع على المانيا ما بتعرف تستخدمه، بتحسه ولا شيء. بالضبط. بصراحه قليل هو ماشي الحال، بس هو شو بيفيدك بانه انت صار عندك المعرفه الاساسيه تبع اللغه يلي بدك بعدين تبني عليها بالمستقبل هنيك بالبلد. طيب وهنيك شو بعمل انا حتى اتعلم الماني؟ هنيك بدك تكمل لغه، بدك تكمل البي 2 اذا كنت طبيب او اذا طبعا اذا كنت انت مثلا معك شهاده لغه عاليه طبيب او غير هيك، فما بيمشي الحال انك بس تشتغل بمستوى لغه بي 1. طيب هلا وحده من المخاوف، وانا كمان يعني مو مخاوف هي، بس من الشغلات هيك اللي بتصدق لما تفكر بألمانيا هي موضوع اللغة. أول شيء هي كلغة كثير صعبة. ثاني شيء اللي هو إنه أنت حسب ما سمعت إنه الإنجليزي ما بيخدمك بألمانيا، لازم تكون بتحكي ألماني. إنه الألمان حتى لو كانوا بيفهموا عليك شو عم تحكي بالإنجليزي بس المفضل تحكي ألماني. ليش هذا الحديث صح؟ لا 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 كثير مبالغ بهذا الكلام، كثير مبالغ. أول شيء مبالغ بصعوبة اللغة. اللغة مو لهالدرجة صعبة. حلو. أوكي لغة صعبة بس مثل غيرها. أوكي. ثانيا هي صعوبة الألماني سؤال. آسف عم أقاطعك. صعوبة الألماني هي باللفظ ولا بالقواعد؟ بصراحة لا باللفظ ولا بالقواعد. لكن شو الصعوبة؟ أخي لا، لفظه أسهل من الإنجليش. يعني أنت بالألماني أنت كل حرف بتكتبه بتلفظه، بس على اللسان صعب الألماني. انه اوكي بتحسه ثقيل شوي اذا انت بتعرف اللغه، بس انت اذا اليوم تعلمت الالماني وجبت لك نص بتعرف تقرا. فهمت علي؟ يعني انت كل شيء مكتوب معناتها القواعد. هذا حديثي في معناتها القواعد الالمانيه هي اسهل من غير لغات. بالضبط. في شويه تفاصيل بالقواعد. تمام. يعني مثلا بالصيغه الماضي بدك تحكي الفعل بنهايه الجمله، احيانا انت بتنسى الفعل. يعني بتخلص الجمله بتنسى شو الفعل اللي بدك تقوله. طيب فيعني هالتفاصيل الصغيره.
اما بالنسبه لموضوع الانجليزي فكتير مبالغ بانه الالمان ما بيردوا عليك اذا عم تحكي انجليزي ومدري شو. لا مو صحيح. انا في كذا حدا من معارفي بيشتغلوا بشركات انترناشونال يعني، وشغلهم كله بالانجلش. حتى الزملاء الالمان اللي ما عم بيحكوا انجلش، لانه في ناس مو المان كثير بالشركه. فخلص لغه الشغل هي الانجلش. عرفت كيف؟ ايه. ولغه الحياه اغراض. لا الحياه طبعا بدك الماني. بدك الماني اكيد. لانه بجوز ما يكونوا بيفهموا عليك يعني الناس. عرفت علي؟ هلا انا بدي اعطي نصيحه عامه هيك لموضوع السفر بالعموم، بغض النظر اي بلد، بغض النظر وين وكيف والى اخره، من تجربتي يعني. ماشي. اولا كل حاله سفر هي حاله خاصه. انت وين ما بدك تسافر انت رح تاخذ فكره عامه عن المكان اللي رايح عليه، ايجابياته سلبياته الى اخره، ولكن انت ممكن بمكان كل الناس ما بتحبه انت تتوفق فيه وتكون امورك ممتازه. صح. فكل حاله هي حاله خاصه. عرف انت شو بدك، عرف انت شو اللي بيخليك مبسوط. بدك العيله، بدك الشغل، بدك جنسيه، ما بدك جنسيه، بدك حياه اجتماعيه الى اخره. كل هاي الامور انت لازم تدرسها بشخصك بحالك، وبعدين بتقرر وين بدك تسافر. اجماع معلومات بس لاخذ العلم، لاخذ فكره عن الموضوع. طيب هلا تعال نترك هالموبايل بقى ونحكي عن المانيا لحتى ننفلق بعدين. اوكي يلا طفي الموبايل. سرقني الوقت انا وهاني وما حسيت غير صرنا باخر الحلقه، بس اكيد ما رح اختم قبل ما ناخذ الزبده يلي هي من الآخر. السفر على ألمانيا بالنسبة للسوريين صار أسهل بكتير من قبل، وكل شخص تقريبا بيقدر يلاقي الطريقة المناسبة له. للطلاب أول خطوة إنه يلاقي قبول جامعي أو كورس تحضيري اللي هو اسمه ستودنت كوليج، إن شاء الله أكون قلتها صح. التقديم بيكون عن طريق موقع الجامعة مباشرة أو عن طريق منصة اسمها يوني أسيست. هلا بعد ما نجيب قبول الجامعي لازم نحط مبلغ تأمين بالبنك عبارة عن 11,000 يورو. هذا المبلغ ما بيروح بالهواء، هذا المبلغ بيرجع لنا مثل تأمين هو، وبحاجة لمستوى لغة ما بين B1 أو C1 على حسب لغة الجامعة. تأشيرة البحث عن عمل بتعطيك فرصة 6 شهور تدور فيها على شغل بألمانيا، بس بشرط يكون عندك شهادة جامعية معترف فيها، ومبلغ بالبنك ما بين 5 ل 6,000 يورو أو كفالة مالية. هلا اللغة على حسب الوظيفة، بس الأفضل يكون في عندك مستوى B1 أو B2. التأشيرة المهنية مناسبة للي عنده تدريب مهني أو خبرة تقنية، بس هون بحاجة لحتى تجيب عقد عمل من شركة ألمانية، ولازم تكون شهادتك معترف عليها، ويكون في عندك كفالة مالية أو تثبت إنه أنت قدران تصرف على حالك بفترة وجودك بألمانيا. هلا هون اللغة الألمانية كتير ضرورية، لأنه أنت التعامل تبعك رح يكون مع الزباين بشكل مباشر. واخر شيء بطاقه الفرص، هي اللي حكينا عليها انا وهاني. هذا نظام جديد بيسمح لك تدخل المانيا وتدور على شغل بسنه كامله، بس لازم نجمع 6 نقاط على حسب العمر، شهاده الخبره واللغه والاقارب، وهون لازم نحط مبلغ تامين بالبنك هو 12,000 يورو. نرجع بنعيد، هدول 12,000 هن ما بيروحوا بالهواء، هدول بيرجعوا لكم كل شهر 1000 يورو. هلا هون اللغه بتعطيك نقاط اضافيه، بس هي معنا شرط حتى تقدم على هي الفيزا. طيب معناتها كل طريقة لها شروطها، بس في عامل مشترك بيناتهم اللي هو تحضير واللغة والمصداقية. إذا ناوي على ألمانيا بلش من اليوم، بس طور لغتك، اشتغل على ملفك، وصدقني رح توصل. إذا استفدت من الحلقة حط لي لايك واشترك بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال اكتبوا لي إياه بالتعليقات ورح جاوبكم بأسرع وقت. أما بالنسبة للحلقة الجاية فرح أعمل أول خطوة فعلية باتجاه الفيزا، بس لوين؟ احضروني بتعرفوا. من هون لوقتها دعواتكم لي بالتوفيق، بتمنى أشوفكم بخير كلياتكم. سلام.